أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سوي الرضوان والتمكين أما بعد فعاس اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاذكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعد بملازمة ما اختر لكم من الأخلاق والحقائد والأقوال والأفعال وتلا تعالى القائد وأحسركم فيه وبعض عن فيه لما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع لسعادات وطوبى لمن لا يلتفت إلى خير ربي ملاسما ما اختير له من منير لبي وويل لمن خاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلاسم ما أخشى وأشاء قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال تبارك وتعالى فمن يحمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلام محتي السول وللذي حمته ترتقي إلى الخير لا إلى القدر والدير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني سوي الحسد والهدوان بأن لا تفارقوا مغفر لكم أبدا فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فيه لكل ما لم يتبين لكم كونه صوابا فإنه مما يوجه إليكم الأجر والرضا والثوابا ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من خير العزيز المعز بجاه حبده نبيه ورسوله الأعظم فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى شواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قال إليك لما كان يرتقي إليه من الجميل يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أنا من تاب من أمتي قبل موته فإنه يسعى فيه عند ميته وأن من لم يتب منه توبة نصوها فقد أمره من وهسه نشيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سوي الوفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا في سير فيه نسار أحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد فيه لمنتقى عليه سلام وبجاه المختفي فإن هذا اليوم يوم أكل وصل وهد بفضل من جاد بفتد خيرته ومن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يسمع بكل ما من الخير يستفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيرا فإنه تبارك وتعالى يسبق إلى خيركم دائرا وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة الحشيان فإنه يغفر لكم ويكفر إلى خيركم سيد الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع بجاه شرق الخيرات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه سيد الأرضية الحمد لله الذي عادانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على آمين يا سيدنا رب العالمين.